أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة حبوبة. النهاردة هتكلم عن حاجة جميلة جدا جدا جدا، وهي الصلاة. يلا مع بعض بدون كلام كتير ندخل في الفيديو. كم مرة صليت وخلصت الصلاة بسرعة؟ كم مرة ركعت وسجدت لكن قلبك كان مشغول بحاجة تانية؟ طيب ليه بنحس أحيانا إن الصلاة مغيرتنوش؟ الجواب ممكن يكون أبسط مما تتوقع. كتير من الناس بيصلوا بجسدهم لكن قلبهم وعقلهم في مكان تاني. الصلاة الحقيقية تبدأ من حضور القلب، مش بس أداء لحركات. يعني الصلاة بتنهينا عن المعاصي. الآية بتقول: من صلى لن يرتكب المعاصي، بل تقول الصلاة نفسها تنهي عن هذه المعاصي. لو ما نهيتكش صلاتك اسأل نفسك، انت فعلا حاضر فيها؟ انت فعلا فهمت معانيها؟ الصلاة مش بس عبادة، هي طوق نجاة. لو حسيت يوم انك بعيد ما تتركش الصلاة، خليها تكون أول خطوة ترجعك لنفسك ولربك. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هي تاني أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذرته سلامة الجهاد. دول التلات حاجات عن أهمية الصلاة. تعالوا نشوف ليه احنا بنصلي. ناس كتير بتسأل نفسها وبتقول احنا ليه بنصلي. تعالوا اقولكوا احنا ليه بنصلي. أول حاجة لأن الله أمرنا بكده، ربنا أمرنا ان احنا نصلي. لأن الصلاة بتنهينا عن المعاصي، لأنها بتريح القلب وبتطمئن النفس، لأنها بتقربنا من الله وتشعرنا بحبه ورحمته. أثر الصلاة في حياتنا حاجات كتير، منها هتكلم عنها دلوقتي. أول حاجة، من يصلي بيشعر بالسكينة والهدوء، بتبعد القلق والحزن، بتعلمنا الانضباط في الوقت، وبتجعلنا نترك المعاصي، لأن من يحافظ على صلاته لا يستطيع أن يعصي الله بسهولة. عايزة أقول نصيحة مهمة جدا: ما تجعلش صلاتك حاجة تقيلة عليك، لأ، اجعلها لحظتك الخاصة مع الله، لحظة بتشكو فيها وتدعو فيها وتطلب ما تتمنى. الصلاة مش بس واجب، لأ، هي نعمة عظيمة من ربنا، وفرصة نغسل فيها ذنوبنا ونبدأ يومنا بقوة وأمل. حافظوا على صلاتكم، هي نجاتكم في الدنيا. الصلاة هي سر الراحة وسر الطمأنينة وسر السعادة. عارفين ايه هي الصلاة دي مش بس فرض، دي هدية من ربنا لينا، بنقف فيها قدامه نشتكيله ونحكيله وندعيله. يعني متخيلين انت بتكلم ربنا 5 مرات في اليوم مجانا، من غير ميعاد، من غير وساطة. ليه بنصلي؟ عشان ربنا أمرنا بيها، عشان نفضل دايما قريبين منه، عشان نحافظ على قلبنا نضيف ونفسنا مرتاحة، وعشان هي أول حاجة نتسأل عليها يوم القيامة. لو صلاتك تمام باقي أعمالك هتكون تمام. افتكروا الكلمة دي، لو صلاتك تمام باقي أعمالك هتكون تمام. طيب الصلاة بتعمل ايه في حياتنا؟ بتخليك تحس بالأمان، بتخلي يومك منظم، بتعلمك الصبر والانضباط، بتخليك تسيب الغلط، لأن اللي بيصلي بجد صعب يغلط. نصيحتي دلوقتي مهمة جدا: لو بتحس انك كسول في الصلاة، حاول تبدأ بالراحة، واحدة واحدة. صلي ركعتين بس بإحساس، خد وقتك، اقرأ الفاتحة بهدوء، اتكلم مع ربنا في السجود، هتلاقي قلبك ارتاح وهتستنى الصلاة اللي جاية. الصلاة مش عبء، دي أمان وطمأنينة. ربنا بيقول: وأقم الصلاة لذكر. يعني لما تصلي انت بتفتكر ربنا، وربنا عمره ما بينسى حد. صلاتك هي سر قوتك وسر سعادتك وسر نجاتك، ما تضيعهاش. الصلاة مش بس فرض، دي راحة للقلب وطمأنينة للروح. لما بتصلي بتحس انك بتحكي ربنا كل اللي جواك، بتسيب همومك على سجادة الصلاة. مهما الدنيا دورت بينا، الصلاة بتثبتلك وبتخليك فاكر دايما ان ربنا جنبك، بيسمعك وبيطمنك. الصلاة هي اللي بتوصلك بربك، هي أول حاجة هتسأل عليها يوم القيامة،
ولو صليتها كل حاجة بعدها هتتصلح. ما تأخرش الصلاة لأن الوقت اللي هتضيع فيه هيروح منك، بس الصلاة عمرها ما بتضيع، دي دايما في ميزان حسناتك. خليك فاكر ان السجدة اللي بتسجدها ممكن تكون سبب في فتح باب خير كبير ليك. الصلاة مش بس عبادة، دي حياة تانية، هي اللحظة اللي بتخرج فيها من دوشة الدنيا وبتدخل في حضن الراحة والسكينة. لما بتحس راسك على الأرض بتحس قد ايه ربنا قريب منك، وتحس انك خفيف من الهم والوجع. الصلاة بتنورلك طريقك حتى لو كانت الدنيا حواليك ضلمة، ربنا بيهديك من خلالها. لو قلبك تعبان أو نفسك مش مرتاح جرب تصلي ركعتين بس وهتشوف الفرق بعينك. افتكر دايما ان كل سجدة بتقربك من ربنا، وكل دعوة في الصلاة ممكن تغير قدرك. أيوة بجد، ممكن الدعوة في الصلاة ممكن تغير قدرك. الصلاة مش تقليد، دي حب بينك وبين ربك. كل مرة بتصلي فيها بتقوي الرابط اللي بينك وبين اللي خلقك. في وقت الحيرة الصلاة هي اللي بترجعك لطريقك، وفي وقت الفرح هي اللي بتخليك تشكر من قلبك. السجدة اللي بتسجدها ممكن تكون سبب في ان باب رزق يتفتح أو وجع يتقفل. مفيش سجدة بتضيع. لما تكون مضغوط ومش عارف ترتاح سيب الدنيا شوية وادخل اتوضى وصلي، هتطلع من الصلاة وكأنك مولود جديد. الناس اللي بتدور على راحة البال وهي أصلا في 5 صلوات بس، اللي بيحافظ عليهم هو اللي بيحسها. الصلاة مش بس اركع واسجد، دي لحظة صفة بينك وبين ربك، فيها بتفضفض، تشكي، تحمد وتدعي، كل ده وانت عارف ان ربنا سامعك وفاهمك. لما تحافظ على صلاتك بتحس انك محمي حتى لو الدنيا حواليك بتغلي. الصلاة بتحضنك في الوقت اللي حتى أقرب الناس مش فاهمينك. ما تستهونوش بركعة وانت تعبان ولا بسجدة وانت مهموم، لأن ممكن تكون دي اللحظة اللي ربنا يغيرلك فيها حياتك كلها. الصلاة بتغسل قلبك وبتطمن روحك، بتخليك دايما متعلق باللي عمره ما هيخذلك. مهما غلطت ارجع، افتح صفحة جديدة مع كل صلاة، وربك أرحم من أي حد بيستناك ترجعله. بجد الصلاة دي نعمة كبيرة جدا من ربنا، حاجة كلنا لازم نشكر ربنا عليها بجد. الصلاة نعمة كبيرة يا جماعة، لازم كلنا نصلي وندعي ربنا ونتمنى اللي احنا عايزينه. عايزة اديكم نصيحتي بجد، نصيحتي انا، صلاة قيام الليل حاجة بجد جميلة جدا. بالليل كده وانتوا قاعدين في هدوء خشوا اتوضوا وصلوا ركعتين بس لله وادعوا فيها، بجد امنياتكم هتتحقق. عايزة اقول لكم تجربتي، اني كنت دايما بصلي قيام الليل وانا في دراستي. جت عليا سنة كنت بصلي فيها وبدعي ربنا عشان يكرمني. كنت كل ما بصلي واحط راسي على الارض واسجد وادعي ربنا كنت بحس ان انا حلمي هيتحقق واني هعدي، وفعلا ربنا كرمني وعديت السنة دي. بجد الصلاة بتطمنا. ياريت محدش يسمع الفيديو ده ويكمل في اللي هو بيعمله وما يصليش، لا ابتدوا من جديد. ربنا غفور رحيم، هيغفر لنا ويرحمنا لو في اي صلاة فاتتنا، بس طالما عرفنا ان الصلاة علينا وواجب علينا لازم نصلي. أنا حبيت أوضح الموضوع ده لناس كتير، ممكن أكون كلامي يأثر في أي حد ويبتدي صلاة وينتظم عليها. دي أجمل حاجة في الدنيا إن احنا ننتظم على الصلاة. عايزاكم تقولولي أهمية الصلاة لو تعرفوا معلومات زيادة، وتكتبولي أي حاجة عن الموضوع ده وتقولولي إيه رأيكم في فكرة النهاردة. الفيديو بجد استفدتوا منه ولا لأ؟ وعايزاكم تشيروا الفيديو ده لأي حد تعرفوه مش منتظم في الصلاة أو لسه مش بيصلي، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. دي تجربتي، أنا قعدت فترة كبيرة بقطع في الصلاة وماما وبابا كانوا دايما بينصحوني والحمد لله انتظمت فيها. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه. ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك وتشيروا الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه بمعلومات كتير. حبيت ان انا تبقى فكرة الفيديو بتاعتي توصل لناس كتير. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات عن افكار جديدة للفيديوهات اللي جاية، عشان انا بجد مستنية افكار كتير جدا جدا جدا، مستنياكم تكتبوها لي عشان اعملها في فيديوهات جاية. وباي باي.